السلام عليكم، كيف حالكم؟ شنو اموركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا هذه فاصوليا بالكوارع. اول مره ننزلها في الصفحه. شو بتديري يا حلومه؟ شو بتديري؟ قلت هي خلينا نمشي توكل على الله وناخذ كوارع بقر عجل صغير. وهذه الفاصوليا نقيتها ومصمصتها كويس وغليتها على النار مع شوية زيت. خليتها على النار بطريقة يلقاها في الصفحة. هذه الفاصوليا على النار. اخديت طريفات الكوارع، غسلتهم كويس وبعدين صمتهم في الخل والليم القارص لغاية نص ساعة تقريبا. وبعدين قليت البصيلة متاعي عادية، هذا اللي مقارص. صمتهم كويس، طبعا غسلتهم كويس قبل لا نصمتهم. هذه البصيلة متاعي درت زيت ودرت بصل ودرت كشكين ونص طماطم كبار وشوية بزار وفلفل أحمر وملح، وحركتها كلها وصبيت لها ميتها. وبعد ما صمتت الطريفات الكوارع اللي درتهم حطيتهم في المرقة. يا بنات تبعوا طريقتي تجيكم إبداع، والله العظيم إبداع يا بنات، تعرفوا حاجة خيال. حطيتها طبعا تخلوها على النار، وين ما المية تنقص زيدوا المية، وين ما المية تنقص زيدوا تحسي الحيمة طابت خلاص هبزت. بعدين صبي عليها الفاصوليا ودير عليها شوية تومة وكمون حوت تجيك جنينة تبارك الرحمن. واستمتعي بالطعمة وادعي لي. طبعا هذا المخ متاع اللي في الرجلين كلها فايدة، وإن شاء الله تاكلوا بالهنا يا رب يا مولاي. ونشوفكم في وصفة جديدة مع أبلة حلومة كيتشن. جربوها يا بنات، اللي أول مرة يشوفها واللي ما يعرفش الطريقة ياخدها من أبلة حلومة ويدعي لي بالصحة. بصراحة جت من الأخير يا بنات عسل البنة تبارك الرحمن، واللحم طايب مهبز وتبارك الله. ما تنسوش اللايك والتعليق، وإن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله. وسليمتكم.